بعد الإشاعات الكثيرة التي نشرت في الأيام الماضية حول حالة الأمين عمورة في فريقه فولفسبورغ، اليوم يعود للتشكيلة الأساسية ويشارك أمام بوروسيا دورتموند ويقدم أداء مقبول جدا بالرغم من أنه لم يسجل ولم يصنع. معكم عبدو تشيك، مرحبا بكم نشيكوا مع بعضنا وش دار عمورة اليوم ضد بوروسيا دورتموند. واليوم بالضبط سنرى لماذا كان بيتكوفيتش يصر على إشراك عمورة رأس حربة كان بغداد ونجاح. شوفوا هنا في أول لقطة، أول ما استعيدت الكرة بعد ضغط متوسط من فريق فولفسبورغ، أمين عمورة يراقب المساحة ويواجه المساحة مباشرة، وبالمزامنة مع هذا زميل عمورة يستعد لتمرير الكرة له. كمل اللقطة نشوف الأمين عمورة، وعمورة كالعادة كما نعرفه لاعب سريع يجري وراء المدافعين، لكن اللقطة لم تكتمل كما يجب أن تكون. شوفوا هنا مرة أخرى هذه هجمة مرتدة لفريق فولفسبورغ، عمورة يراقب المساحة ويذهب نحو المساحة مباشرة، وفي نفس اللحظة زميله يمرر له الكرة. هذا الأمر وعمورة ينطلق بسرعة. لكن من سلبيات الأمين عمورة كما رانا نشوف هنا، الأمين هنا كان عنده حلين. أول حل يمررها للزميل رقم لأمامه مساحة صغيرة، أو يمررها للزميل تاعه رقم 2. عمورة أمام حلين سهلين، لكن من النقاط السلبية اللي عند أمين عمورة هو القرارات الخاطئة والتنفيذ أيضا اللي ناقص في الفترة الأخيرة. أمين عمورة في الفترة الأخيرة قراراته خاطئة قليلا، وأيضا تنفيذ خاطئ كما شفنا في كأس أفريقيا، يعني معظم قراراته لم تكن موفقة. نكمل اللقطة نشوفوا بلي الأمين سد تسديدة ضعيفة من مكان بعيد وتخرج الكرة رمية مرمى للخصم. هنا نروح للإيجابية تاع عمورة. نشوف عمورة يقود ضغط عالي موجه، في نفس الوقت نشوفوا باللي اللاعبين كامل مستعدين للضغط، واللاعبين تاع فولفسبورغ وضعوا لاعب بوروسيا أمام حل واحد فقط، وهو تمرير الكرة لزميله شلوتلبرغ. لكن هنا تكون دور الجودة للاعب. اللاعب لم يقم بتمرير الكرة لشلوتلبرغ، أراد تمريرها للاعب الوسط، وعمورة بضغط رائع استعاد الكرة. ونشوف مرة أخرى انطلاقة عمورة نحو المساحة، لكن دائما مع التنفيذ الخاطئ لعمورة. في الفترة الأخيرة عمورة معظم قراراته والتنفيذ كان خاطئ. نتمنى أنه يصلح هذا الشيء قبل مباريات كأس العالم إن شاء الله، لأنه يا أصدقائي عمورة لن ينزع من التشكيلة الأساسية لبيتكوفيتش. بيتكوفيتش يعول على عمورة كثيرا لضرب المساحات. هذه الفكرة كان بيتكوفيتش يريد تطبيقها في مباراة نيجيريا نظرا للدفاع العالي للمنتخب النيجيري. هنا مرة أخرى عمورة يراقب المساحة، عمورة ينطلق في المساحة، عمورة يقوم بتنفيذ خاطئ وقرار سريع وخاطئ. مرة أخرى نشوف هنا ضغط عالي رائع من فريق فولفسبورغ. عمورة يقوم أيضا بغلق مسار التمرير للاعب اللي على الجهة اليمنى، مما أجبر مدافع بوروسيا دورتموند الانطلاق نحو الأمام، وبضغط عالي جميل إريكسن يمرر الكرة لعمورة. عمورة ينطلق مرة أخرى، وقرار خاطئ وتنفيذ غريب جدا من أمين عمورة. كما شفنا هذه الفكرة بالذات الإخوة كان يريد بيتكوفيتش تطبيقها في مباريات كأس أفريقيا، خاصة أمام المنتخب النيجيري ليتمتع بدفاع عالي جدا. بيتكوفيتش أراد ضرب المساحات خلف مدافعي نيجيريا، لكن المنظومة لم تسر كما كان يجب أن تكون. إن شاء الله في فيديو قادم سأضع فكرة بيتكوفيتش، ولو أنها متأخرة، لكن سأضع لماذا بيتكوفيتش أصر على عمورة وليس بونجاح في مباراة نيجيريا خاصة، رغم الأداء الشاحب لعمورة في تلك المباراة. لكن صدقوني أن الخطأ لم يكن من عمورة نفسه. إن شاء الله في قادم الأيام سأضع فيديو أشرح فيه هذا الأمر. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. نتمنى أن تدعمونا بجيم واشتراك في القناة والبارتاج الإخوة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.